بسم الله الرحمن الرحيم. من سيرة النبي صلى الله عليه وآله في جلسائه، كيف كان يتعامل مع جلسائه. في الرواية: كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائم البشر، يعني وجهه مبتسم، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. صخاب يعني صاحب ضجة، صوت عالي، ولا فحاش يقول كلمة فاحشة والعياذ بالله، ولا عياب يعني ما يعيب أحد، ولا مزاح يعني كثير المزاح. نعم هو يمزح ولكن ليس كثيرا. وقد ترك نفسه من ثلاث أمور ما يسويها النبي صلى الله عليه وآله. ما هي هذه الأمور؟ المراء، ومعنى المراء يعني قلت ونقول وهكذا. والإكثار، لا يكثر في الطعام، لا يكثر في الشراب، فقط الحاجة. المراء والإكثار. وما لا يعنيه، أي كلام لا يعنيه لا يتكلم به، تركه. وترك الناس من ثلاث. ما هي هذه الأمور التي كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وآله من الناس؟ كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته. ويقصد يعني العورة يعني مكان الخلل في الإنسان، ما يدور الخلل في الناس. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، مو يقول كلام ما بثمرة، ما بفائدة، ما بثواب، ما بأجر. فإذا تكلم أطرق جلساؤه يخفضون رؤوسهم له، كأن على رؤوسهم الطير، لعظم كلامه ولتأثير كلامه صلى الله عليه وآله. فإذا سكت تكلموا. إذا سكت النبي يبدأ الناس بالكلام، أما عندما يتكلم النبي لا يستطيع أحد أن يتكلم لهيبته ولجلاله. ولا يتنازعون عنده، ما يصير نزاع بيناتهم ورسول الله بينهم. يضحك مما يضحكون منه، مو عبوس، يعني الناس عندما تضحك لشيء جميل ولطيف وطرفة هو يضحك أيضا، ولكن سوف نبين أن جل ضحكه هو التبسم. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. إنسان لطيف، إنسان واقعي، إنسان ينطلق من الواقع إلى الواقع. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا من سيرته العطرة يقول: ويصبر للغريب. الإنسان الغريب الذي يأتي إلى المدينة كان يصبر معه على الجفوة في منطقه ومسألته. هذا الإنسان الغريب اللي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وما يعرف من رسول الله وما هي أخلاق رسول الله، الإنسان الغريب يتحمل منه، يصبر للغريب على الجفوة، الأسلوب القاسي، الأسلوب الخشن، يتحمل من عنده في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه يستحلونه في المنطق. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، يعني إذا شفتوا واحد عنده حاجة ساعدوه بهاي حاجته، اقضوا حاجته.